طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه الحلقه الخاصه التي نتابع فيها مجريات جلسه اليوم التي هو جلسه استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والتي انتهت الى تقديم كتاب عدم التعاون من 10 نواب. اذا يوم مشهود في تاريخ الكويت والحياه النيابيه التي شهدت اليوم الاستجواب الثامن لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. فقاعة عبد الله سالم كانت على موعد اليوم مع الاستجواب المقدم من عدد من النواب على خلفيه احداث ندوه الإصلاحيات، والتي صاحبها حراك سياسي جديد يضاف الى الحراك السياسي الذي تشهده الساحه الكويتيه نتيجة مناخ الحرية الذي يحياه الجميع. الحراك الجديد نتجت عنه اتجاهات وعدها الخبراء بأنها لن تفيد الوطن، بل ستتجه به إلى موجة مد لا أحد يعلم عواقبها. اليوم وقع 10 من النواب على كتاب عدم التعاون، وبهذا المشهد تظل الأحداث ممتدة إلى جلسة 5 من يناير المقبل، والتي سيتم فيها حسم هذا المسلسل، والذي تؤكد شواهده أن جميع النهايات مفتوحة ومطروحة. إذن دعونا نناقش ما جرى خلال جلسة اليوم ونحلل. دعوني في البداية أرحب بضيفي، أرحب في عضو مجلس الأمة النائب شعيب الموزري، حياك الله أبو ثامر. الله يحييكم ومساكم الله بالخير جميعا. الله بالخير. وأرحب أيضا بالإعلامي حسين الفلنساوي، حياك الله أبو علي. الله يحييك ويسلمك ويخليك. إذن قبل أن نبدأ مشاهدينا الكرام هذا الحوار، دعونا نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. 8 استجوابات في 4 سنوات طالت سمو الشيخ ناصر محمد، استجوابات تعددت في موضوعاتها كما في سيناريوهات الرد عليها، إذ تراوحت بين صعود للمنصة هي الأولى لرئيس وزراء من جهة، وبين استقالة أو حل للمجلس من جهة ثانية، أو الاثنين معا. وإذا ما استعرضنا سريعا تاريخ الاستجوابات الثمانية سنجد أن بدايتها يعود لمايو من عام 2006، أي فقط بعد 3 أشهر من تسلم محمد لمنصبه، وذلك حين قدم الثلاثي أحمد السعدون وأحمد المليفي والدكتور فيصل المسلم استجوابهم حول إعادة توزيع الدوائر الانتخابية. لكن حكومة العهد الجديد أثرت آنذاك تقديم استقالتها سريعا في مسعى لتجاوز المواجهة التي ربما استنكر طابعها. ولما رأى عدد من النواب بعض التراخي من جانب الحكومة في تطبيق القانون والتجاوز على القيود الأمنية على حد تعبيرهم حين سمحت بدخول الفال إلى البلاد وهو الممنوع أصلا من الدخول، تبنى كل من النواب وليد الطبطبائي وعبد الله البرغش ومحمد هايف تقديم الاستجواب الثاني إلى محمد في نوفمبر من عام 2008. وفي الفصل التشريعي 12 وهو ما حدا بالحكومة الثانية إلى تقديم استقالتها قبل مناقشة الاستجواب. ولم يكن عام 2009 بأفضل حال من سابقه على رئيس الوزراء، حين طال سمو الشيخ ناصر محمد 3 استجوابات في مارس من عام 2009 تشابهت بعضها في محاورها، وقبلت كلها باستقالة الحكومة وحل المجلس حلا دستوريا، إذ جاء الاستجواب الثالث من النائب فيصل المسلم ووقف من خلال عند التجاوزات في مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء، فيما تقدمت بالاستجواب الرابع الحركة الإسلامية الدستورية حول الإخفاق في إنقاذ الاقتصاد والتردد في التعامل مع الأزمة المالية، في حين بادر النائب محمد هايف بتقديم الاستجواب الخامس على خلفية أزمة مساجد الكيربي. استجواب تلو الآخر سعى محمد لتجاوز تبعاته بالاستقالة 5 مرات والحل مرتين قبل أن يعيد تكليفه من قبل سمو الأمير لتشكيل الحكومة السادسة في 20 من مايو لعام 2009. لكن الحكومة الجديدة لم تكد أن تلتقط أنفاسها حتى عاد النائب فيصل المسلم لتوجيه استجواب جديد هو السادس للمحمد والثالث للمسلم، حين أصر فيه على معرفة الحقائق حول التجاوزات في مصروفات ديوان سموه. وهنا قرر المحمد على أن يواجه الاستجواب من خلال صعود المنصة في 15 من نوفمبر في سابقة تاريخية في تاريخ الكويت لتفنيد محاور الاستجواب. وحينها وقف الأمر عند تقديم 13 نائبا كتاب عدم التعاون في المحمد، وهي المرة الأولى كذلك في تاريخ الكويت، إلا أن المحمد حظي بتجديد الثقة من نواب الأمة لتطوى مع صفحة كانت ربما الأثقل في تاريخ الاستجوابات. لكن المحمد الذي بات عليه أن يكون هو المسؤول من وجهة نظر بعض النواب عن أي خلل أو تقصير في حال البلاد، كان عليه كذلك أن يتصدى لاستجواب آخر هو السابع، وهذه المرة من النائب خالد الطاحوس وعلى خلفية أزمة التلوث البيئي في منطقة أم الهيمان. إلا أن المحمد ومن واقع المعطيات تجاوز حالة القلق الذي يحدثها تقديم أي استجواب بعدما عززت حكومته مواطن الضعف. ولعل ذلك ما بدا واضحا في استجواب الطاحوس، حين قرر المحمد الصعود مرة ثانية للمنصة ومواجهة الاستجواب الذي سرعان ما سقط بانسحاب المستجوب بعد تحويل الجلسة إلى سرية. واليوم
ها هي حكومة المحمد تقف على مفترق طرق، وهي تواجه استجواب وصف بالفريد من قبل مقدميه الوطني والشعبي والتنمية والإصلاح. فهل سيمضي المحمد وفريقه في استكمال مسؤولياتهم نحو مرحلة أكثر إشراقا وطي صفحة أثقلت كاهل البلد بالأزمات؟ عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام. أبدأ مع النائب شعيب المويزري. أبو ثامر، تحدثت مؤيدا في هذا الاستجواب، وقعت على كتاب عدم التعاون أيضا. كيف تنظر إلى هذا الاستجواب من وجهة نظرك؟ بداية أمسي أهل الكويت جميعا بخير، وأشكر قناة الوطن، وهذه عادة حقيقة حميدة من قناة الوطن لإظهار بعض الأمور المتعلقة فيما يخص الوطن. واجبنا الإعلامي. بكل تأكيد أن الاستجواب حق دستوري وما حد يختلف على هذا الشيء، ولكن ميزة هذا الاستجواب أنه يتعلق بكرامة المواطن. ومن هذا المنطلق وكون ما حدث في ندوة الأخ الفاضل النائب جمعان الحربش، نعم، من استخدام للعنف من قبل رجال الأمن، فهذا أمر مرفوض ولا يقبل فيه عاقل بأن يتم استخدام العنف ضد سواء أهل الكويت أو أي شخص آخر. نعم. ومن هذا المنطلق بكل أمانة أيدت الاستجواب وأيدت العلنية حتى يطلع الشعب الكويتي على الحقائق اللي دارت في أحداث ندوة جمعان الحربش. وأيضا اليوم كنت من ضمن العشرة الموقعين على عدم التعاون، لأن الأمر يتعلق في كرامة مواطن ونحن لا نقبل. تعتقد أن الحكومة لم تترك مجال للتعاون مع هذا الحالة؟ القناعة إذا كان هناك حدث وقع مثل هذا الحدث، نعم، في وجهة نظري أن القرار يكون محسوم في عقل الإنسان، خاصة إذا كان إنسان محمل بأمانة وأهل الوطن حملوه هالأمانة. اللي جرى شاهد الجميع بالعين المجردة. أنا ما كنت موجود حقيقة، كنا في وفد رسمي مع رئيس المجلس في زيارة لتركيا، ولما سمعنا في هذا الخبر عبر الإنترنت وعبر قنوات تلفزيونية مباشرة أعلنت تأييدي للاستجواب. على الرغم أنك ما استمعت إلى رد الطرف الآخر. لا، أنا شاهدت كل ما حدث في لأن ما يحتاج أسمع. هذه ما هي أسئلة أو أجوبة عن قضية معينة. نعم. هذا حدث يمس كرامة الإنسان. نعم. وتم استخدام العنف تجاه مواطن كويتي، بينما كان بإمكان الحكومة أن تتعامل مثل ما تتعامل الدول الأخرى في هذه الأحداث. نعم. أنا بناء على خبرتي بس أبي أعلق شلون أخطأت الحكومة. نعم، أنا بس راح تقول على ما أخطأ الحكومة راح أتحدث. أنا بس أروح للإعلامي حسين الفلتشاوي. هل استمعت إلى النائب شعيب المويزري بأن هذا الاستجواب يتعلق بكرامة المواطن؟ كرامة المواطن مست، وبالتالي كان على النواب تقديم هذا الاستجواب، وهو ما حدا بهم اليوم إلى تقديم كتاب عدم التعاون. أول شيء مسيكم بالخير جميعا ومسي أهل الكويت، وأشكر لقناة الوطن هذه الاستضافة، الأخ الكبير أو العم أبو ثامر. بالنسبة قبل لا عم أبو ثامر، لابد أن أول شيء ناخذ أبعاد القضية. أبعاد القضية كانت أو الهدف كله من الاستجواب كان، أنا طبعا ما أقصد العم أبو ثامر، أنا أقصد مجموعة معينة من النواب. شنو كان هدفهم؟ هدفهم الأساسي هو حرق أو رأس سمو رئيس مجلس الوزراء، تنحيته بأي طريقة كانت لعدة أسباب. منهم من عنده عقدة الرئاسة، نبي يوصل الرئاسة، منهم من يديره في الريموت كنترول من الخارج من أبناء الأسرة، منهم من أبناء الأسرة من يدفع له عشان يحرق سمو رئيس مجلس الوزراء حتى هم يدخلون الحكومة.